انا ما كانش ينفع اخلص نواعم العيد من غير ما اعمل معاكم الغريب، حتى لو الفيديو هينزل اخر يوم في رمضان. هي دايما بتتعمل اخر حاجة. اكتبوا لي في الكومنتات، بتعملوا النواعم اول حاجة بتعملوا فيها الغريبة ولا بتخلوها اخر حاجة زيي؟ بس قبل كل ده تابعي الفيديو للنهاية علشان تستفيدي بكل معلومة فيه. هتعملي الغريبة في كام تركية كده لازم تكوني عارفاها علشان توصلي في النهاية لنتيجة مرضية. يعني الغريبة ناعمة ودايبة، مش مستحملة حتى ان انا اضغط عليها زي ما انتوا شايفين كده. الغريبة بتاعت النهاردة هنضيف عليها مكون كده غير بتاعت المرة اللي فاتت، مخلي لونها وملمسها وشكلها حلو جدا. اعملي بقى لايك للفيديو، لو مش مشتركة في القناة نوريني واشتركي فيها، فعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبتدي ونقول بسم الله. مكونات الغريبة زي ما احنا عارفين: 1 2 3. دقيق، سمنة، سكر. المكون بقى الرابع اللي هنضيفه النهاردة وهو بياض البيض. انا خرمت البيضة كده من فوق وابتديت اصفي منها البياض. هنخليه دلوقتي وهقول لكم هنعمل بيه ايه. مكونات بقى الغريبة الأساسية اللي هي نص كيلو دقيق وكوب وتلت من السكر. أنا استخدمت هنا كوباية واحدة بس من السكر لأن أنا مش حباها تكون مسكرة قوي. يعني السكر مش هيعيق في الوصفة في حاجة. ممكن نحط الكوباية وتلت اللي هي 150 جرام من السكر، وممكن نضيف كوباية واحدة بس، يعني على حسب احنا عايزينها مسكرة قوي أو لا. استخدمت كمان 300 جرام من السمنة، ما يعادل كوباية برضو وتلت. يعني كوباية وتلت من السكر، كوباية وتلت من السمنة، نص كيلو من الدقيق. انا استخدمت سمنة بلدي. كل ما كانت جودة السمنة كويسة في الغريبة بتبقى حلوة جدا. الزبدة في الغريبة ما بتنفعش اطلاقا، بتخلي الغريبة ناشفة ومقرمشة وعاملة زي البسكوت كده. فنصيحة مني استخدموا سمنة بجودة كويسة في الغريبة بالذات. اخدت بقى البياض البيض اللي صفيناه وابتديت بالمضرب الكهربائي كده هخفق فيه لحد ما يجمد معايا، يعني لحد اللي هو ما يبقاش بيتحرك كده خلاص. لو شلت كده منه المضرب هلاقيه عمل بوس كده. هقسم بقى البياض ده نصين كده. انا هاخد منه نص واحد بس، يعني انا مش عايزة بياض البيضة كله، انا عايزة نص واحد بس. هاخد الزبدة سوري السمنة. والسمنة هنا كانت بحرارة المطبخ، يعني ما كانتش من التلاجة ولا سايحة، يعني اللي هو طرية بس كده. هضيف بقى عليها السكر البودر، وزي ما انتوا عارفين او متعودين بننخل المواد الجافة في النواعم بتاعة العيد. هقلبها بقى بالسباتيولا كده. انا حاولت اقلبها بالمضرب بس لقيت بقى طرطشه كده من السكر وبيعفر وبيبهدل الدنيا. هقلبها كده، هقلب السمنه بالسكر بالسباتيولا كده لحد ما السمنه تشرب السكر، وبعد كده هبتدي اخفق الخليط ده كويس جدا 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 بالمضرب لمده لا تقل عن 3 دقايق لحد ما اوصل لقوام كريمي كده شويه. يعني يبتدي يعمل معايا فوم كده ويبقى شبه الكريم شانتيه. هنزل بقى، مهم جدا انزل الحاجات اللي بتكون في الحروف دي علشان المقادير بتاعه الوصفه ما تقلش مني باي حاجه. هضيف بقى بياض البيض اللي كنا خفقناه، انا اخدت نصه، وهضيف عليه معلقه صغيره من الفانيليا. هرجع تاني اكمل خفق في الخليط لمده برضو 3 دقايق كمان لحد ما اوصل لقوام كريمي وفوم كده، يعني يعمل معايا زي فوم كده ويبقى قوامه كريمي خالص، يعني اشبه بقوام الكريم شانتيه كده واتقل كمان. هبتدي اضيف الدقيق بعد كده وهعديه على منخل، ودي خطوة مهمة جدا احنا طبعا متعودين عليها في النواعم بتاعة العيد. هضيف 3 كوبايات ونص وعليهم معلقتين كبار من الدقيق. هنخلهم كويس جدا، وبعد كده انا مش محتاجة بقى المضرب الكهربائي في حاجة. خلاص كده مرحلة المضرب الكهربائي عدت خلاص. انا هبتدي بالسباتيولا كده او بايدي الم العجينة، اللي هو العجينة يا دوبك تتشرب بس كده. بس طبعا ضفت نص معلقة من الملح، دي العادي بتاعي انا بنساه، حاولوا ما تنسوهوش. رشة الملح بتاعة المخبوزات.
هابتدي بقى ألِم العجينة كده وأشرّبها كده في بعضها لحد ما الدقيق يختفي تمامًا، بس لو احتاجت سمنة ممكن أضيف بالمعلقة كده بسيط، لو احتاجت دقيق ممكن أضيف بالمعلقة برضه، اللي هو أنا عايزة العجينة تكون لينة كده ومش مستحملة، يعني اللي هو لمّا آجي أضغط عليها آآ مش مستحملة أضغط عليها أصلًا، ما فيهاش بقى أي شَق خالص، وفي نفس الوقت طرية وناعمة سلسة جدًا، مش بتلزق في الإيد، يعني أنا هامسك بقى بالإيد التانية اللي هي أنا أصلًا مش باعجن بيها. قبل التشكيل مهم جدًا أدخّل الغريبة ربع ساعة في التلاجة، أنا باقولها أهو، قبل التشكيل وبعد التشكيل الغريبة علشان ما تسيحش مني في الفرن، لازم أدخّلها قبل وبعد التشكيل في التلاجة ربع ساعة، باخدها من التلاجة على الفرن، هابتدي أعمل كِوَر كده بإيدي، لو إيدي مش هتوازن ممكن بأصغر حجم في المعلقة المعيارية، أبتدي آخد العجينة وأبتدي أكوّرها كده وأرصهم، بس مش جنب بعض، يعني لازم يكون في مسافة بين كل غريباية والتانية. في حالة لو ما عنديش ميزان هاستخدم المعلقة المعيارية، في حالة ما عنديش معلقة معيارية أبتدي أو أحاول أوازن بإيدي كده حجم الغريبة. هابتدي بقى أزين الغريبة في النُص كده، بس لمّا آجي أزينها ما اضغطش بالتزيين أوي، يعني لو هاستخدم الفصوص دي أو هاستخدم مكسرات أيًا كان هازينها بإيه، لمّا آجي أضغط عليها ضغطة بسيطة جدًا، يعني اللي هو يا دوب تلمس العجينة مش أكتر. سِوَى الغريبة بيكون في درجة حرارة هادية جدًا على 150، بتاخد بالضبط حوالي 15 دقيقة، في الرف الأوسط الشُعلة من فوق ومن تحت بالمتابعة، الغريبة ما بتاخدش أي لون في الفرن، يعني ولا بتاخد لون من فوق ولا بتاخد لون من تحت، هو بالضبط 15 دقيقة نحسب لها وعلى درجة حرارة 150، بلاش ندخّل الغريبة الفرن على درجة حرارة عالية. الغريبة لو دخلت الفرن على نار عالية طبيعي جدًا هتشقق مننا، فخطوة مهمة جدًا، جدًا لازم ناخد بالنا منها، ومهم جدًا تكون خارجة من التلاجة، زي ما أنتم شايفين الغريبة مش واخدة أي لون، طالعة من الفرن دايبة جدًا مش مستحملة، يعني بُصّوا مجرد ما بالمسها كده بتدوب في إيدي دوب. الفرق بين الغريبة بتاعة اللي فيها بيض واللي ما فيهاش بيض اللي عملناها قبل كده، الغريبة اللي فيها بيض حقيقي مش بتشقق إطلاقًا، ما فيهاش أي شق. لو مشيتِ بالمقادير وبالتكنيك اللي قُلت لِك عليها هتطلعي سهل جدًا تطلعي بنتيجة زي ما أنتِ شايفة كده. البيض مدّي للغريبة هشاشة، يعني مخلّيها هشة أكتر كده من غير اللي ما فيهاش بيض، مخلّي الغريبة هشة كده وخفيفة والتانية برضه حلوة جدًا وناعمة ودايبة، الناس اللي ما بتحبش زفارة البيض تقدر تعمل التانية اللي هي من غير بيض، هتطلع برضه معاهم ناجحة لو مشيوا بنفس التكنيك وبنفس التفاصيل اللي قُلت عليها. لكن دي الاختلاف الوحيد فيها اللي هي تقدري تطلعيها من غير ما تشقق خالص معاكِ بالبيض، وفي نفس الوقت بيدّيها هشاشة، ده للناس اللي عادي بالنسبة لها زفارة البيض مش بتتضايق منها. هاسيب لكم لينك الغريبة اللي من غير بيض تحت في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا له لو حابين. ولحد هنا لو استفدتوا من فيديو الغريبة والمعلومات اللي قُلتها عن الغريبة اعملوا لي لايك. كمان وروني تطبيقاتكم على الفيسبوك وهاسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. لو مش مشتركين بقى في القناة فعلوا زر الجرس واشتركوا فيها علشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة وأشوفكم على خير يا رب، وباي باي.